اسمي تقى تامر، فرقة تانية في كلية آداب قسم علم نفس. في أنشطة كتير جدا في كلية آداب، على رأسها المسرح. كلية آداب مترأسة جدا في المركز الأول على مستوى المسرح، يعني خدنا في تيتو كيلا مركز أول على مستوى الجامعة، وبعدها ثورة العبيد خدنا مركز أول في كله، ملابس وديكور، 12 جائزة فردية للطلاب. بعدها المسرح دايما بيتقسم بنتدرب كل يوم، بيوفروا لنا كل الوقت اللي مسموح بيه ان احنا نتدرب فيه، وبيجي لنا ناس قديمة في المسرح تعلمنا وتدربنا ازاي نطلع على خشبة وازاي نتعلم التمثيل وازاي كل حاجة بيوفرها الكلية. بعد كده بننتقل للمرسم. المرسم ده مكان بنتدرب فيه على الرسم، مش مقتصر على الرسم بس، لا بالعكس، فيه رسم وفيه اركت وفيه فن الحفر على المرايه، بنتعلم فيه حاجات كتير جدا. وبيقسموا الايام الاسابيع على ورش، لكل يوم معين في نشاط معين بتتدرب عليه. اركت مثلا يوم، تاني يوم فن رسم، الرسم بجميع انواعه، الزيت، الحبر، الرصاص، الفحم، حاجات كتير. بعدها الجواله. الجواله بتعمل معسكرات كتيره جدا، وكنا واخدين مركز اول على مستوى الجامعه السنه اللي فاتت في الجواله، وخدنا مركز اول على الفنون التشكيليه في كليه اداب جامعه المنوفيه. الجواله بنعمل معسكرات كويسه جدا، وبتدرب وورش تدريبيه برضو، بتعلم ازاي بتعمل حالات استكشافيه. بيوفروا لنا الوقت والمجهود والدعم المعنوي والدعم المادي، المساندات في كل حاجه. لو حد لجأ لهم ان احنا مثلا حاسس بضغط، بيوفروا حاجات كتير. دكتور اسامه ودكتور عادل شاويش بينزلوا لنا دايما المسرح يتصوروا معانا ويشجعونا ويتفرجوا على المسرحيات من اولها لاخرها، وبيبقى في دايما دعم منهم، ان هم بيشكرونا على الحاجات اللي احنا بنعملها. وبالعكس، الطالب ان انت بتشترك في نشاط جنب الكليه بيوفر لك اللي هو مفيش روتين دايما في المذاكره والمذاكره وكل حاجه والشتات والكلام ده، لا، في انشطه جنب الكليه زي ترفيهي، وفي نفس الوقت بتخرج من اللود المذاكره وكل حاجه. ايوه، فن الاركت انا بدات اتعلم فيه، فن كويس جدا، فن استخدام قطع الابلكاش ان انت تعمل منها مجسمات والكلام ده. فده انا ناويه ان انا اكمل فيه بعد الكليه كفن او هوايه جنب تدريسي او الحاجات اللي هشتغل فيها بعد كده.